السحرة ولاد الفجرة بينزلوا الأيام دي الشوارع عشان يلموا الإزاز اللي بيتكسر في حوادث العربيات. بيبقى ده كنز بالنسبة لهم لأنهم يقدروا يستحضروا أو يحضروا تبعة بالإزاز ده. صبا مساء خير عليك يا جدع. احب اقول لك ولازم التنويه ده، الفيديو النهارده اعدادي انا مش اعداد فرح، يعني فرح معلاش مسؤوليه في الفيديو ده. ليه بقول كده؟ عشان اعتقد الديبو اللي انت متعود عليه هيبقى موجود في الفيديو ده، وبما اني سايب الهري القناه مع الديبو فنخش في الموضوع على طول. بص، اول كلمه في الموضوع: الزهريين وغير الزهريين او عموما البشر كلهم او البشر كلنا، عشان ما تقولش انا عامل نفسي استثناء من الموضوع، عندنا ارتباط قوي جدا بالقمر، خصوصا في الايام اللي بيكتمل فيها القمر او الايام المتعلقه بالمد والجزر. وبما ان جسمنا بيحتوي على 75% من سوائل، فاحنا بنتاثر جدا بطاقه القمر لما بيكون مكتمل. فلكم ان تتخيلوا تاثير الشمس او القمر في موضوع المد والجزر على البحار مثلا او المحيطات، وبيعملوا جنان عامل ازاي، او بيلعبوا في دماغ الناس اللي بتحب تتامل في المواضيع دي. والتامل هنا التامل في ملكوت خلق الله، عشان لو لقيت واحد في الكومنت تحت كاتب لي كافر هقول له انا اكفر من الكفره، فنهدى بقى. فالبشر برضو بيتاثروا جدا بطاقه الاجرام السماويه اللي بتحصل دي. وعموما مش البشر بس اللي بيتاثر، اي جسم حي بيحتوي على سوائل بيتاثر باللي بيحصل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان احنا نصوم ال3 ايام بتوع نص الشهر الهجري. فتامل اكتر وانت هتفهم. واكتر حد بيتاثر هو الشخص الزهري. ليه؟ بسبب قوه الكشف اللي عنده. فدايما هتلاقي ليله 14 و15 و16 في الشهور الهجريه القمريه بيتغير مزاجهم كامل متكامل. لو بصيت عليهم قبل ال3 ليالي دول هتلاقي عندهم نشاط وحيويه وبيعيشوا حياتهم طبيعي. واول ما تبدا ال3 ليالي دول بتبدا التغيرات على الانسان الزهري. بيبقى قلقان جدا، بيفكر في حاجات كتير، متقلب المزاج، ممكن يوصل لمرحله العصبيه، احساسه بيبقى مرهف نوعا ما شويه، فتلاقيه بيتضايق من الكومنتات اللي بيتكتب له، وكمان ممكن يوصل ان يحصل له صداع نصفي ما يقدرش يستحمله. ده غير الاكتئاب والضيق، وصدره بيبقى قافش عليه ال3 ايام دول كاملين. ليه بقى؟ لانها فتره تجديد الاسحار، وفتره تجديد الولاء للشياطين، وفتره الكشوفات كمان. والزهري بيبقى ليه نصيب في ال3 ايام دول، لان زي ما قلنا قوه الكشف عنده عاليه، والشياطين بتركز معاه بشكل عام، لان الزهريين اصلا معروفين بالطيبه والحساسيه. بس طبيعي زي اي مخلوق في الحياه، يعني هم مش مميزين قوي كده، عندهم جزء من الشر جواهم. الشر ده ممكن يطلع لو لقوا اللي حواليهم مش فاهمينهم، او بيسخروا من كلامهم ومن طريقتهم، او حتى بيستهزئوا بيهم، فالشر اللي جواهم بيبدا يحاول يظهر. وفي اللحظه دي الشياطين بتستغل الوقت ده، وممكن توصل لمراحل ان الانسان الزهري زي ما بنقول بيتلبس، يعني بيتمس من الشياطين. ولو وصل للمرحله دي معناها ان الشر عنده غلب الخير اللي فيه اصلا، وبكده تم الاستحواذ عليه حرفيا. ليه بقى الشياطين بتركز قوي معاه وبتستهدفه بالشكل ده؟ عشان يستغلوا طاقه الزهري في الشر اللي هم بيحبوا يعملوه، وبيسيطروا عليه بسحر اسمه سحر الكرامه. وسحر الكرامه المستخدمين ليه في الاساس هم القرين نفسه والجن الازرق الابليسي. وشغلتهم واحد بيبدا يشغل لك الافكار نوعا ما، وواحد بيمتص الطاقه بتاعتك عشان ما تلحقش تفكر او تحاول اللي انت تبقى ضداد ليهم. فبتقوم الشياطين دي مع بعض كده وتدمر العقل، وتدمر فكره التوحيد عند الانسان الزهري، ويبداوا يدخلوا الغرور وحب النفس، ويبداوا يقنعوه كمان ان هو اقوى من البشر وافضل من البشر، وبيبداوا يزكوا عليه الكلام ده لحد ما يوهموه ان هو ولي من اولياء الله الصالحين. تخيل بقى. وهو بالفعل بيعمل ايه؟ هو بيعمل كل المعاصي وكل الخبائث اللي ممكن تتخيلها، بس هم اللي بيخلوه يعملها وهو فاكر ان هو بيعمل الصح. وبيفضلوا مستحوذين عليه بالشكل ده اطول فتره ممكنه لحد ما يصاب بالجنون. وهنا الانسان الزهري ملوش لازمه بالنسبه له. وانا بتكلم على الانسان الزهري العايش مش الطفل. الاستحواذ الشيطاني بقى ده في علامات بتحصل، منها ان الانسان الزهري بيبدا يشوف كوابيس. دي البدايه. الكوابيس دي بتبقى في يوم 14 15 16
13 من الشهور الهجرية القمرية. والأحلام دي في منها أنواع كتير، فلو شاف الإنسان الزهري حلم جنسي فمعنى كده إن قبائل الجن اللي جاية تسيطر عليه هم اللي بيسيطروا على البشر بالطريقة الجنسية والعياذ بالله يعني. ولو شاف دم في الأحلام، طبيعي إن لو شفت دم في الحلم فده معناها إن الحلم فسد. بس لو الإنسان الزهري شافها في الأيام اللي قلنا عليها في التوقيت ده بالأخص، فده معناه إن الشياطين اللي جاية تستحوذ عليه بيشتغلوا بالسحر الأحمر. ولو شاف في حلمه شياطين ومخلوقات غريبة وتعابين وحاجات كتير بتجري وراه وبتلحقه في الحلم وعايزة تقتله بأي طريقة، لدرجة إن هو بيدخل زي خناقة معاهم، فمعنى كده إن الشياطين اللي جاية تستحوذ عليه بيشتغلوا بالسحر الأسود. وأقوى طريقة فيهم لو شاف في حلمه ناس صالحين حواليه وبيقروا قرآن أو بيقروا إنجيل أو بيقروا توراة، فده دليل على نوع أو ديانة الشياطين اللي جاية تستحوذ عليه. عشان كده الإنسان الزهري الواعي ياخد باله جدا من أحلامه في الفترة دي، لأن منازل القمر في الأيام دي زي ما قلنا بتبقى قوية جدا. وفي فترة الطاقة القمرية دي أو اكتمال القمر زي ما بنقول، بيكون بيننا وبين العوالم الأخرى تواصل كبير جدا. وخلي بالك حتى الأشخاص العاديين، ومش قصدي عاديين دي حاجة وحشة يعني، عموما الأشخاص كلها ممكن يشوفوا رؤى غريبة في الفترة دي، وبتوصل إن هم بيشوفوا في المنام إن هم بيتواصلوا مع مخلوقات غريبة. وشدة الأحلام بالنسبة للشخص العادي بتبقى على حسب المكان اللي عايش فيه وحسب قربه من القبة السماوية. والفيصل في الموضوع هو على حسب اكتمال أو قوة اكتمال القمر في الفترة اللي فيها الأحلام دي. بس مع الإنسان العادي اللي مش مسحور ولا مربي طعم وعامله له عمل ولا الحاجات اللي احنا بنقابلها كتير دي، بيبقى الموضوع مجرد 3 أيام وبيرجع طبيعي تاني، بس بتبقى علامات جاتله ان هو مسحور أو 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 أو. عشان كده لازم الإنسان الزهري يحصن نفسه كويس جدا في ال3 أيام دول بالأخص، وخصوصا لو شاف أحلام زي اللي احنا قلنا عليها. بيحصن نفسه ازاي؟ ان هو بيقرأ الفاتحة، وبعدها بيقرأ آية الكرسي 21 مرة، بعدها بيقرأ سورة ياسين وسورة الجن والصفات، وال3 بيبقوا بنية التحصين، ويفضل على الحال ده لحد ما فعلا يقفل البوابات بينه وبين العالم السفلي اللي اتفتحت دي. مع العلم ان نفس ال3 أيام دول هم افضل 3 أيام يقدر يقوي قوة الكشف عنده وقوة البصيرة والروحانيات عموما. والكلام ده سواء كنت زهري او غير زهري، فال3 أيام دول افضل 3 أيام تقدر تزود فيهم القوة دي عندك. فدايما بنستخدم الاوراد في ال3 أيام دول بالاخص، وبنعمل زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، بنصوم صيام روحاني ال3 أيام دول، لان فعلا يا جدع ال3 أيام دول بيبقوا من أقوى الليالي للكشف الروحاني. وفعلا لو انت مركز أو خدت بالك هتلاقي ان الفترة دي فعلا ناس كتير بتقعد تقول احنا جالنا في المنام حاجات غريبة وبنشوف حاجات غريبة، بنحلم بأحلام غريبة، وفي ناس بتقول بنشوف عوالم أخرى، وناس بتقول بنشوف كواكب، وناس بتقول بنشوف كائنات، وناس بتقول احنا شفنا ناس صالحين في الحلم. بس في ناس بتشوف حلم لوحدة تبقى لابسة اسود في اسود، ودي ما يقال عنها التابعة، وبتبقى نشطة جدا في ال3 أيام دول بالأخص. التابعة دي بتسبب تعطيلات، مشاكل عائلية، مشاكل زوجية، وحاجات كتير قوي العياذ بالله منها، ضيق وهم يعني مش هقعد اعدلك. لو شفت اي ورق اعمال او اسحار تلاقي مكتوب فيه الحاجات دي، هي بتعمل كل ده. عشان كده لازم التحصين في ال3 أيام دول، لازم تصوم في ال3 أيام دول، لازم تبخر بالعنبر والمسك عشان تسد بوابات الشياطين دي كلها. ولازم كمان بالنسبة للناس اللي شافوا الست لابسة اسود في اسود، ان هم ما يحتكوش باي بشر بتضايقهم اللي هم بنقول عليهم توكسيك، او البشر اللي بيمصوا طاقتك سواء برغي كتير او بيشكوا همهم دايما او بيحكوا لك تفاصيل حياتهم. لازم تبعد عن الناس دي ال3 أيام دول. ولازم كمان ما تفكرش في جراح الماضي والمزة اللي سابتني والواد اللي خاني، انسى الكلام ده كله من اخرها، بس مش بالمعنى الحرفي. ابعد عن اي تفكير هيضايقك ال3 أيام دول، لان التفكير السلبي اكتر حاجة بتشد طاقة الجسم. وانت في ال3 أيام دول لو شفت الحلم اللي قلت لك عليه، لازم تحاول تحافظ على طاقتك بأي طريقة، لأنك أصلا هتبقى أضعف مما يمكن بسبب الحلم ده. فانت تبعد عن المشاحنات، عن الغضب، عن الخناقات، ابعد عن كل الكلام ده. ده غير ان طاقة القمر او طاقة اكتمال القمر بتزود المشاكل دي اكتر ما هي بسيطة، فممكن من اقل حاجة توصل لاكبر حاجة. عشان كده لازم ما تستجبش للشعور ده، وخصوصا الناس اللي ابراجها مائية عموما. تأثير اكتمال القمر بيبقى
عليهم اقوى بكتير. غير ان لو القمر او اكتمال القمر في حالة الدموي اللي هو اكتمال القمر الدموي او بيقولوا عليه القمر الاحمر، فده بيعمل تنشيط اصلا للشياطين بطريقة مرعبة لدرجة ان بيحصل حوادث في الارض عموما. غير ان الشياطين دي بقى مربوطة بالتبعة اللي بتظهر مع اكتمال القمر الدموي، فبيبدأ يحصل حوادث ويحصل مشاكل كتير مربوطة بالدم اصلا، سواء بقى خناقات، سواء قتل، سواء حاجات كتير. لان في حالة اكتمال القمر الدموي بيتم تنشيط 12 رتبة من الشياطين، ومش من اي نوع شياطين، ده نوع شياطين قديمة خبرة جدا بقى. وكمان بتنشط ملوك الجن الحمراء اللي هم من الميامن. ولو مش عارف مين الميامن فهترجع لقناة مع الديبو، هتلاقيني عامل فيديو عن قبيلة الميامن كاملة وفي تفاصيل كتير جدا عن القبيلة دي. والشياطين دي مربوطة بالتبعة زي ما قلنا، وفي الوقت ده بتبقى التبعة ساكنة في الارض نفسها، وخصوصا المناطق الريفية وفي وسط المزارع. عشان كده زمان كان بيقول لك ابعدوا عن ري الارض، يعني ما بين المغرب لحد الصبح في ايام اكتمال القمر. سبحان الله، الناس القديمة كانت عارفة كل حاجة من غير ما تعرف اي حاجة. ليه بقى بيبتعدوا عن الري في الفترة دي؟ لان التبعة بتهجم على الجسم وتمسه على طول، ما بتستناش، ما عندهاش هزار. وفي معتقد كمان زمان اتقال ان الفترة دي كانوا بيمنعوا فيها اي اكل من الفواكه الحمراء زي الرمان، الفراولة، وكل الكلام ده في حالة اكتمال القمر الدموي يعني، بس الله الاعلم. كمان لازم تمنع الموسيقى العالية في الفترة دي، حتى الدفوف ممنوعة في حالة اكتمال القمر الدموي، لان الحاجات دي بتعمل حاجة زي هيجان للقمر، او بلغة رخمة شوية بتعمل اسقاط للفلك. انا مش عارف اشرحها في الطبيعي فهي كده، او بمعنى اصح بتعمل جلب للشياطين وبتستدعيهم كمان من غير اي طقوس، من غير اي طلاسم، من غير اي شيء. مجرد الحاجات دي ممكن تستدعيهم وتجلبهم فعلا. كمان ودي حاجة غريبة شوية، في حالة اكتمال القمر الدموي تمنع العلاقة الزوجية، ويفضل عدم الخروج من البيت إلا للضرورة القصوى، لأن زي ما قلنا الفترة دي تبقى الشياطين المرتبطة بالدم في حالة هيجان. ودي حاجة بقى رغم ان الفيديو كله من على طرف المعلقة، بس خد الحلوة دي. السحرة ولاد الفجرة بينزلوا الأيام دي الشوارع عشان يلموا الإزاز اللي بيتكسر في حوادث العربيات، بيبقى ده كنز بالنسبة لهم لأنهم يقدروا يستحضروا أو يحضروا تبعة بالإزاز ده. ليه؟ لأن الإزاز ده بيبقى مشحون بطاقة الناس اللي ماتت والعياذ بالله من الأسحار يعني، والسحرة وخرب بيت أبوهم. فالطاقة السلبية بتبقى كبيرة جدا في الإزاز ده، فتخيل كمية الشر اللي فيهم إن هم يعملوا كده. فالثلاث أيام دول بتبقى الطاقة السلبية زيادة عن اللزوم في الإنسان الزهري والإنسان العادي برضه، وبتتنشط كل المخلوقات الشريرة سواء شياطين أو جن شرير كافر والعياذ بالله. وزي ما قلت لكم من شوية السحرة يعني حتى شياطين الإنس بتبقى نشطة. وباعتبار إن الإنسان الزهري زي ما قلنا الكشف بتاعه عالي جدا وبيتأثر بسرعة، فبيكون التأثير عليه أكبر لأنه مستهدف. طبعا دلوقتي معظمكم شغلوا موضوع التبع ده، موضوع الحلم بتاع الست ام عباية سودا او لابسه اسود في اسود، لانه معظمنا مأذي او قصص كتير بتقول ان في ناس مأذية. فعلاج ده سواء زهري او غير زهري اتكلمنا عنه كتير، وده طبعا للناس اللي مركزة في برنامج مع الديبو وعارفة اللي انا بحط العسل في نص الفيديوهات كده من غير ما يحسوا. فالناس اللي كانت مركزة في العسل اللي بحطه هيعرفوا اللي انا اتكلمت عن التوابع الشيطانية كتير، تبعة السحر، تبعة الحسد، تبعة العين، تبعة الموروثة اصلا. بس ما اتكلمتش عن التبعة الخاصة بالزهريين، بس هبقى اتكلم عليها بعدين. يعني بتتسلط عليهم وبتسبب كل التعطيلات اللي ممكن تتخيلها، بتأثر على السلوك، بتسبب مشاكل كتير وخلافات كتير، غير ان بتضعف الحالة النفسية بتاعت الشخص. وكل ده التبعة بتعمله سواء بقى زهري او مش زهري، بتعمل الكلام ده فيك. فانا هقول لك شوية تفاصيل بسيطة عشان انا ولا شيخ ولا معالج، خلينا فاكرين، بس انا قلبي جابني شوية فاهم، عشان تعرف تتخلص ازاي من التبعة. الطريقة الاولى هي عن مولانا الامام جعفر الصادق عليه السلام. هتبدأ تكتب سورة الحجرات في ورقة بيضة بس ما تكونش مسطرة، ولازم تكتبها بخط ايدك، مش تروح تجيب لي شيخ معالج وبتعلقها على المطبوع ده اللي هو المصاب يعني. فاللي هيعمل كده هيبقى في مأمن من شيطانه ومش هيعرف يرجع له نهائي، لان الامام الصادق قال، ودي في رواية عنه يعني، من كتب سورة الحجرات وعلقها على المصاب يأمن من شيطانه ولن يعود إليه. فكل اللي عليك بالراحة كده هتجيب مية موارد أو مية ورد وزعفران ومسك، وهتكتب اللي قلت لك عليه في ورقة مش متسطرة. بعد كده هتمسح الكتابة بالمية، وبالأخص لو مية مقرية عليها، وتشرب المية دي، فربنا هيحافظ على الجنين اللي في بطن الحامل. يبقى في حالة الحوامل نعمل كده. واللي بيعاني من أحلام مزعجة كتير بسبب التبعة هيكتب نفس الصورة في نفس الورقة البيضة مش متسطرة ويخليها معاه دايما. خلي الورقة دي بقى في جيبه
خليها في رقبته، خليها في اي مكان، المهم تفضل معاه. في طريقه بقى دي للحالات الشديده وبتتخلص من التبعه في لحظتها، هي انك تغتسل يوم السبت وتنوي نيه لله انك هتختم القران وهتهديه لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بنيه طرد التابع او التابعه. تبدا تقرا في المصحف من يوم الحد، ولازم تختم القران يوم الخميس اللي بعده، ولازم يكون قبل اذان المغرب بتاع الخميس. بعد كده هتسجد لله، وانت ساجد هتقول 100 مره سبوح قدوس رب الملائكه والروح. وعايز اقول لك التبعه هتزول بدون رجعه باذن الله. الطريقه الثالثه هي عباره عن حجاب، بس لازم المصاب هو اللي يعمله سواء راجل او ست، وبعد ما يخلص الحجاب يحطه بقى في جيبه ويحطه في ايديه، يعلقه في سلسله زي ما يعمل معاه، بس المهم يفضل معاه. الحجاب ده يتكتب بميه الورد والزعفران بس، والحجاب هتكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بحق الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، رافع السماء بغير عمد وباسط الارض على ماء محبوس، وبحق نور النور ومدبر الامور، وبحق الرب الذي خلق ادم وحواء ونفخ فيهم من روحه وسجدت له الملائكه، وبحق الذي تجلى للجبل فجعله دكا، وخر موسى صعقه من نوره، اني لا اقرب من علق علي الحجاب، صغيرا كان ام كبيرا، ذكرا او انثى، فطيما او رضيعا، والله على ما اقول وكيل. وبس كده يا جدع، اعتقد ان انت فهمت ان انا بدات اسخن. بحب اقول لكم اللي جاي جامد بس انت اجمد. واحب اقول لك كمان مع الجحيم يا حبيبي، مع الجحيم يا بابا. احب اقول لكم كمان الله يبارك لكم، خد بوسه على خد. وصحيح قبل ما امشي، لو كلامي ده على صواب فمن عند ربنا والحمد لله والشكر ليه، ولو كلامي خطأ فدي غلطه من عندي والشكر والحمد لله برضو على كل شيء. فما تنساش ان احنا بنقول قصص يا عسل وبنحكي حكايات، وانا ولا شيخ ولا دجال، وفرح مش هي اللي عامله الاعداد فملهاش دعوه بكل اللي اتقال. وشوف العسل فين. سلام.